الخوت كما تشوفوا، سمحوا لي الا قلت شي حاجه ماشي دليل، لان كاين الحراره بزاف، الا غلطت في شي حاجه. باقي حوايج ما بدلتهمش ملي جيت من الطاليان اليوم، ودخلت نصور لكم الحلقه الثانيه اللي كنا في الاول يعني في قبور السعديين. دابا غنشرهم لكم كاملين تشوفوهم، وهي حلقه قصر البديع اللي داروا احمد الذهبي بعد انتصاره في معركه واد المخازن. داروا يعني احتفالا بها 1578. حنايا بلاصه التذكره، نخلصوا التذكره وندخلوا لداخل. هيا باقا صورنا شاهدة على تاريخنا. ها هي اخي، ها احنا داخلين للتاريخ. تشاهدون حلقة من تاريخ المغرب، باب من ابواب حضارتنا المغربية، وقصر من قصور التاريخ المغربي، الحضارة العريقة، حيث تتجلى في قصر البديع، وكذلك أبدع فيه مولاي الشيخ، وكذلك يعني فيه مسجد الداخل إن شاء الله نمشي نصليو فيه. ها هو كان يعني مرتبط بالمسجد الأول اللي صورنا فيه قبور يعني السعديين. هذا القصر كانت عنده بوابة وتدي للحي ديال منصور يعقوب المنصور، هو اللي بنى هذاك المسجد. وهناك موجودين قبور السعديين، أحمد الذهبي، عبد الله الغالب، مولاي الشيخ والأم ديالهم كذلك. وهنا الباب اللي كان يدخل. شوفوا يا من تشكون في تاريخ المغرب، شوفوا الحضارة المغربية. كان هذا الباب والمدخل غير ديال الباب، فأين هي أبوابكم؟ هنا السعديون كانت عاصمتهم الأولى كمملكة مراكش، ثم اتحدت مع فاس. ستجدون أشياء في الفيديو لعمركم ما شفتوها ولا عمر صورها لكم شي مغربي. هنا القبول تحت، ما شاء الله، بسم الله، الله أكبر ولله الحمد. واللي وقفوا الصور وقراوا، وقفوا الفيديو وقراوا. مراكش عبر التاريخ. بسم الله، الله أكبر، بسم الله، الله أكبر. قصر الباهية، هذه صورة من قصر الباهية، سقاية يعني في القرن 16. مرسلا مدرسة ابن يوسف بمراكش. قبور السعدية القرن 16. الصورة تخضات سنة 1920، صورة 1920، وهي حدائق المنارة القرن 12، يعني كالصورة اللي كرياطة في 1920. جامع الكتبية القرن 12، يعني تأسس حوالي 1920، تخطط الصورة. تأسيس قرن 12 حوالي 1930. فاش نقول 12 تأسيس، فاش نقول الصورة 1910، حقا ما كانش الصور في ذيك الفترة. القرن 12 1930 باب الخميس. قرن 12 1930 أسوار مراكش. أنا ممكن لكم توقفوا. يرجع تأسيس المدينة إلى سنة 1062 على يد أبي بكر بن عمر اللمتوني، هو ومن بعده ابن عمه يوسف بن تاشفين. قراو مع روسكم. هنا تحت قصر البديع، المنطقة السفلية. هنا الجمال، هنا التاريخ، ما يعني 1930 1930 1931. هنا الصور ديال جامع الفناء سنة يعني 1931. جامع الحلاقة بساحة جامع الفناء سنة 1930. هنا ممكن توقفوا الصورة وتقراوا. عرفت ساحة جامع الفناء منذ القدم بعدة أسماء، منها الساحة الرحبة، الساحة الكبرى، وذلك قبل أن تحمل اسم جامع الفناء. إن كلمة جامع الفناء الحالية مكونة من كلمتين: جامع وتعني مكان تجمع فيه الناس، وقد تفيد معنى المسجد الجامع، أما لفظ الفناء بفاء مفتوحة فتعني الزوال. 31 1914 جامع الفناء. ماشي هو اللي مولاد شي حاجة نساو عليه، أولاد سيدي حماد وموسى هما هذا.
جامع الفنا 930، جامع الفنا 930. مراكش المدينة المخططة لها أو المخطط لها 1000 حتى 1057. هنا التخطيط ديال المدينة والرسم اللي كان قبل 1062 حتى 1057. هكا كانت الأسوار ديال المدينة كما المسجد وقبور السعدية. الله. شوف شوف وشوف اللي تضرب في العرض ديال في العرض ديال المرأة المغربية والشرف والتاريخ، وتتقول الزليج ديالي. شوف الزليج انت كان انت كاع ما كنتي ديك الساعة كاع جدك وبوك تيقولوا ليه شي حاجة بلا ما نبقاو نسميوك. باب أكناو زمن تشييده نهاية القرن الثاني عشر. باب أكناو 1912. كحل كحل. هنا يعني الفسيفساء والرسم اللي كان في الأبواب ديال المغرب والشكل ديال الكتابات اللي تنصيبو بحال داك اللي سما قبيله، الكتابات المغربية اللي مكتوبة على باب أبناء. وهنا تدخل تصيب فيديو تشرح لك كل شيء. صراحة ترفع القبعة للدولة المغربية على هذا الشرح الرائع. أصبح المظهر الأول للمجمع أكثر وضوحا، باب نجيب يحاط من الخارج ببرجين فارغين متقدمين، تضفي فتحة واسعة. هذا تشوفوا راه من باب البديع، من قصر البديع. هذا راه كان نقش ديال المغرب، ما روماني ما والو، مغربي سعدي. الله يرحمكم برحمة الله. أنا دوك اللي كانوا تيديروا في الباب تيشدوا بهم في الباب وتيدقوا بهم يشدوا. ما شاء الله. انتظروا الجزء الثاني.